يا مساء الجمال والروقان من شواطئ اسكندرية لكل متابعيني الأعزاء. النهاردة قلنا نطلع نتمشى كده ونعمل جولة خفيفة عن شواطئ اسكندرية من أول البروفاج لغاية شواطئ العصفرة. ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة لو أول مرة حضرتك تزورني على القناة. احنا دلوقتي موجودين أمام شاطئ البروفاج، بالتحديد أمام البوابة اللي قدام مطعم جاد. سعر التذكرة في شاطئ البروفاج لأنه هو شاطئ سياحي 25 جنيه للفرد، شامل كرسي وترابيزة وشمسية، وطبعا زي ما بقول في كل فيديوهاتي وحدات خلع الملابس والحمامات بتكون مجانا. معانا برضو دلوقتي شواطئ العصفرة المميزة وشاطئ اسكندر المميز، وكمان في شواطئ الخدمة لمن يطلبها. كل الشواطئ في اسكندرية معظمها بتكون ب10 جنيه ولغاية 25 جنيه. 25 جنيه مفيش الا البروفاج وطاحونة المندرة استلي فقط. هما التلاتة دول الشواطئ السياحية اللي موجودة في اسكندرية وب25 جنيه للفرد، لكن كل شواطئ اسكندرية تقريبا من 5 جنيه ل10 جنيه ل15 جنيه. احنا دلوقتي امام شاطئ العصفرة المميز، وسعر التذكرة فيه بتكون 10 جنيه للفرد. ال10 جنيه دول بيكونوا شاملين كرسي وترابيزة وشمسية ووحدة خلع الملابس، والحمامات بتكون مجانا. المنطقة دي كويسة جدا ومنطقة هادية. احنا دلوقتي لسه في اسبوع الروقان والهدوء بعد اجازة عيد الاضحى المبارك. قدامكم اسبوع تنزلوا تستمتعوا بجو اسكندرية قبل هجوم الثانوية العامة ما تخلص. الثانوية العامة تخلص على طول وهتبدأ موجة الزحام في اسكندرية من اول وجديد. الاسبوع ده رايق جدا 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 لكل حد بيحب الهدوء في اسكندرية. زي ما حضراتكم شايفين الشواطئ هادية شوية بعد العيد. المنطقة ديت منطقة العصفرة وشاطئ اسكندر، قدامها على طول كل المطاعم، ودي منطقة الفود كورت. فيها مطاعم كتيرة جدا، كشري وكبدة، وفيها مطاعم سورية، وكمان مطعم ويزو والشارع ده برضو فيه ملاهي كبيرة جدا للأطفال. اللي على يمينكم ده شاطئ مو بيتش للقوات المسلحة. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة لان القناة لسه صغيرة وهنكبر مع بعض اكتر واكتر. شوفوا عايزين تعرفوا ايه عن فسح اسكندرية وانا معاكم.